سأظل أتعلم من الحياة حتى أصل إلى مستوى يليق بي، وسأظل أخطئ حتى أتقن ما أريد أن أتعلمه. أنياسيو يورابون، النهاردة هعمل وصفة نودلز الجامبو الكورية. وصفة النهاردة سهلة جدا. هنحتاج أول حاجة فصين توم، نبدأ نقطعهم صغير زي ما انتوا شايفين كده، نفرمهم. وبعدين معانا نص بصلة هنقطعها برضو شرايح رفيعة. نص ثمرة كوسة هنقطعها شرايح رفيعة برضو بالشكل ده. هنبدأ ندبل البصل والثوم في الزيت لحد ما لونهم يصفر، تشويح بسيط جدا. أول ما ريحتهم تبدأ تظهر هنضيف الكوسة ونقلب برضو حاجة بسيطة. دلوقتي هنضيف الجمبري او اي سي فود، ممكن بلح البحر، ممكن جندفلي، ممكن بقلاويز، بس هو اللي كان متوفر عندي ساعتها الجمبري بس. اهم حاجة في الوصفة دي مسحوق الفلفل الاحمر الكوري الكوجوتشارو. انا جربت قبل كده استبدل الكوجوتشارو بالكوجوتشان اللي هو معجون الفلفل الاحمر، وعمل نفس النتيجة، قضى نفس الغرض يعني. دلوقتي هنحط الشوربة. انا كنت عاملة شوربة جمبري ونسيبها تغلي. هتاخد حوالي 4 دقايق عشان الخضار اللي فيها يستوي. هنضيف النودلز دلوقتي ونسيبها 3 دقايق كمان. انا حبيت ازود صوابع الكابوريا مع الطبق اللي هي السوريمي. هنستخدم الفلفل للتزيين، دي حاجة اختياري، ممكن نحط بصل اخضر او كرات. الطبق دوت بعمله لما بكون عايزة اكافئ نفسي او احسن من حالتي المزاجية.
الأكل جاهز، هنحطه في الطبق ونشوف شكله النهائي. دلوقتي هنجهز للكيمباب. هنقطع فلفل، المرة دي انا هعمله بطريقة مختلفة. الكيمباب ده مسميه كيمباب بيتزا عشان نستخدم فيه موتزاريلا وسجق. دي صوابع الموتزاريلا. هنحط الفلفل، نحط مايونيز، واخيرا السجق، ونقفل الكيمباب. وهنا طبعا لازم ندوق قبل ما نحط في الطبق. دلوقتي هنعمل مشروب سريع وخفيف. هنجيب ليمون ونعصره في كوباية، وده الايس تي. انا دايما بعمل الايس تي والايس كوفي، احطهم في ازايز طول فترة الصيف واحطهم في الفريزر. ندلع نفسنا ونجيب مسلسل نتفرج عليه، بس المسلسل عنيف حبتين فهنغير ونتفرج على فيلم. مع السلامة بقى، هروح اكل. باي. بالمناسبة اسم الفيلم المفقودة أو ميسنج.